عليكم، كيفتم؟ لاباس عليكم بخير. اليوم على الفيديو ساهل حلقه جديده وصفه جديده ان شاء الله اللي هي جينواز وشوكولا، ولكن هاد المره غنستعملوا محسن اللي هو خميره كما كتشوفوا. انا عطيت لكم الوصفه اللي فاتت، خليكم رابط اسفل الفيديو لا جينواز بدون محسنات. اليوم غادي نشوفوا بهذه الطريقه هذه ان شاء الله تجيكم سهله مهله. ندوزو المقادير على بركه الله. بالنسبه للمقادير نبداو على بركه الله. دائما يا جينواز كما قلت في لاغوسيت اللي فاتت ديال الجينواز العاديه بدون محسنات، يعني بيضه كتعبي 30 ديال غرام ديال السكر و30 ديال الدقيق، ولكن هنايا غادي تشوفوا دابا لاحظتوا باش ما نغشكمش، يعني نقول لكم صراحه 7 ديال صفر البيض، يعني عندي هنا المجموع 7 ديال البيض. علاش؟ لان البيض الحجم ديالو صغير، الوغ داك الحجم ديالو عادي يعني كبير او متوسط غنعملو 6، ما كانش صغارين غادي نعملو 7. اللي فرقت عفوا صفر على البياض. عندي 120 غرام ديال الدقيق منخول بالطبع اللي كنغربلو مزيان باش ما كيخليش داك الكويرات. 60 غرام ديال الكاكاو المور اون بودر كما كتشوفوا. 180 غرام ديال السكر حبيبات. واحد ساشي ديال الفاني ديال 7 غرام، هذه كتبقى فاكولتاتيف يعني مستحبه اللي بغيتو نتوما، ديجا الكاكاو كيعطي المذاق ديالو. واحد معلقه صغيره اللي كتعادل 7 غرام ديال الخميره الكيماويه. فقط هذه هي المقادير وندوزو الطريقه على بركه. صافي، اول حاجه غادي نبداو بها هذا البياض ديال البيض ديالنا، غنزيدو عليه قبيصه الملح ضروري. هنايا قبيصه ديال الملح، هاد القبيصه ديال الملح غتساعدو باش انه يتماسك مزيان. فوالا صافي، وغادي نبداو نخلطوه بالفيتاس عاليه مره واحده حتى يطلع معنا مزيان. ومن بعد ما خدمنا بياض البيض ديالنا لاحظوا كيفاش كيرجع ثقيل مع داك قبيصه ديال الملح ضروريه. فاحنا غادي نعملوا هاد التجربه بالطبع. داك البياض غنزيد التجربه اللي دائما كنعملو هي واخا نقلبوا كما كتشوفوا، نلاحظ نحاول نبين لكم مزيان باش تاكدوا نفس التجربه اللي كنعمل دائما. الطلوع ديال البيض ما ناخذ الصفر ديال البيض، غادي نزيد عليه خنيشه ديال السكر فاني. اذا كان عندكم فانيليا كتعملوا معلقه صغيره، و 180 غرام ديال السكر، وغادي نخدمو مزيان حتى نحسوا داك السكر داب معنا. بسم الله. صافي كما كتشوفوا هنايا خدات معايا. هاد المرحله كتسمى بلونشير لي زو، يعني كما قلنا في الجينواز اخر كنبيضوا داك صفر البيض وفي نفس الوقت يكون داب معنا داك السكر. خدات معايا بالضبط واحد 4 دقائق، ياخذ معكم حتى 5 دقائق ماكسيموم فيتيس عاليه. دابا غادي ندوزو باش نكملوا. غادي نبقى نزيد هاد بياض الثلج كما كتشوفوا بهذه الطريقه، بحيث خصنا داك الهواء اللي دخلناه في البياض ديال البيض اللي هو بياض الثلج كما كنسميوه يبقى معنا باش كيعطي لنا داك النفيش ديال الكيك ديالنا بهذا الشكل هذا. وحنا كندخلو ما نتكيوش عليه، غير كندورو هكذا من تحت من فوق. غادي ندخلوه شويه بشويه، يعني غادي نقسمو مثلا داك الكونسيتي على 4 وحنا كندخلو شويه بشويه، وتحركنا فيكون داك التحرك مهيل يعني على خاطر. فوالا بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا حتى ندمج هذا الجزء هذا، عاد نزيدو الجزء الثاني وهكذا، ثم الجزء الثالث والرابع، باش يبقى معنا دائما وحنا كنخلطوا بياض الثلج في الكيك ولا في اي روسيت. عملنا البياض بوحدو فندخلوه بهذه الطريقه هذه باش كنحافظوا على داك الهواء اللي فيه. دابا يمكن لي نزيد عفوا الجزء الثاني، فانا غنزيد 4 ديال الاجزاء يكون احسن. فوالا بنفس الطريقه من فوق لتحت، وهكذا غادي نستمر. خدموها غير على خاطر ما نكونوش مزروبين. فوالا الصداع ديال الريح، انا الريح بزاف هاد النهار. فوالا بنفس الشيء، وغادي نستمر بنفس الطريقه حتى نكمل الكونتيتي ديالي اللي عندي كامله. هنا باقي غادي نزيد ندخلو شويه هكذا. كتلاحظوا كيفاش انه داك مفوش معنا الخليط. نزيد الكونتيتي الثالثه والرابعه حتى نسالي صفا بياض البيض الجزء الاخر. ندور هكذا مزيان على الجوانب باش ما يبقاليش داك التكتلات ديال البيض وينسجم معايا مزيان مع الخليط ديالي.
فوالا فوالا، ما نتقلقش غير بشويه علينا. صافي دابا غادي ندوزو باش نزيدو الدقيق والكاكاو كما كتشوفوا انسجم معايا. غنزيدو الدقيق جوج صكاك ديال الدقيق معاه جوج صكاك ديال الكاكاو، يمكن نخلطوه في جبانه واحده ونضيفو. هنا اللي كنأكد انهم يكونوا منخولين مزيان، يعني ما يمكنش نستعملوا دقيق او كاكاو هو ماشي منخول يعني ماشي مغربل. وحبذا لو الغربل يكون رقيق او اذا كان واسع شويه نغربلوه مره وجوج، لان ديك التكتلات اللي كتكون فيه فهي كتبقى هكذاك في الكيك. يعني كيخرجنا الكيك ديالنا شحال ديال يعني ديال المصاريف وديال التمر وفي الاخر يدعم معنا على مسائل بسيطه. علاش؟ فهنا كما كتشوفوا بحال الا خدمت بياض البيض مع الخليط فنفس الشيء كنعملوا بالنسبه ديال الدقيق، يعني من فوق لتحت كما كتشوفوا، عفوا من تحت لفوق كما كتشوفوا هكذا حتى ينسجم واحد الجزء. حبذا كما قلت في بياض البيض لو تضيفوه على 4 ديال لي زيتاب اوليو ديال 3 على 4 هكذا. وغنزيد عاود شويه ديال الدقيق شويه ديال الكاكاو وانا ماشيه، فوالا شويه ديال الكاكاو اولا اللي قلت خلطوا الكاكاو مع الدقيق في الجبانه حين تكونوا كتغربلوهم وزيدوهم. فوالا هنا غادي نضيف معلقه ديال الخميره الكيماويه، يعني في النص ديال العدد ديال الدقيق اللي عملت، او نخلط النواشف كامله ونضيفها شويه بشويه ونخلط بنفس الطريقه. ديما ندوز على الجوانب كما كتلاحظوا لان كيبقى الدقيق على الجوانب. لاحظوا نجبدو مزيان ونستمر نزيدو الجزء اللي بقى لنا ديال الدقيق ديال الكاكاو نخلطو بنفس الطريقه. في هذا الوقت هذا الفران ديالي مشعول. هنا انا غادي نعمل الكيك الجينواز غادي نعملها في يعني في صينيه واسعه وانتم غتشوفوا. يعني الفران ديالي غنشعلو على 160 من تحت فقط، بما ان فيها الكاكاو اي حاجه فيها الشوكولا والكاكاو. اذا عندكم فران ديال الضوء او ديال الغاز وهو يعني ديكتومون العافيه فيه صغير يعني من النوع الصغير، بحال انا عندي فران دابا هذا اللي غادي نطيفها اليوم فران صغير، فلو غادي نعمل واحد الصينيه مقلوبه من تحت باش ما تحرقش معنا الجينواز من القاع كيما من القاع ديالها. حنا كنعرفوا الشوكولا داغيه كيعطي واحد المذاق ديال الحر. وغادي نعملها فقط نشعل الفران فقط من تحت على 160 ماكسيموم. يعني هنا علاش؟ لان عندي اتساع ديال الكيك كبير. اذا كنتو غتعملوا بها واحد شي كيك غولي ولا شي حاجه فلو 10 دقائق حتى 15 ماكسيموم على 180 درجه فقط. هذه هي النصيحه اللي نقولكم. بعد ما خلطنا المزيج ديال الجينواز ديالنا دابا كلها غادي نعمل. انا قلت غادي نعملو في صينيه عاليه ديال الجوانب. انا مثلا المول اللي كيتفتح الاحسن يكون عندكم بابي سولفوريزي تعملوه في القاع يعني ورق الزبده والدهن اللي بقى بشويه ديال الزيت بالدقيق وحيد داك الفائض ديال الدقيق. وغادي نعمل الخليط ديالي ونحاول نوزعو مزيان كما كتلاحظوا. شفتوا الخليط كيف هو سلس معانا يعني كيبقى خفيف ماشي سفاك بزاف. المول دائما داك الهز هكذا باش كياخذ يعني مستوى واحد. وغندخلو فران كنا على 160 درجه فقط مشعل من تحت. وعامله واحد الصينيه هكذا يعني قلوب على الجهه ديال العافيه باش ما تلهفش معنا الجينواز بقى خضره من داخل. ونخلي على الاقل غياخذ واحد 35 دقيقه يعني هذا المينيموم. يعني يمكن له ياخذ ما بين 35 حتى 40 45 دقيقه سي ديبون الفران. نرجع نكون معكم بالضبط الوقت كما كتشوفوا. الجينواز والشوكولا ديالنا وجدات. خدات معايا بالضبط 35 دقيقه. خليتها حتى طابت كنا على 160 درجه طابت من تحت مزيان. وشعلتها قبل ما تسالي طياب بواحد 6 7 دقائق من فوق. وكما كتشوفوا النتيجه ديالها غزاله ان شاء الله. كل اللي عملت انا دائما كنعملها شبيكه. غادي نزول لونطو يعني نزول المول ديالها نحيدها من المول وغادي نخليها على شبيكه تبرد. دائما القاعده عندي في الجينواز نخليها ليله كامله تبرد عاد نستعملها لا غد ان شاء الله. لاحظوا كتحيد يعني بوحده بكل سهوله. ندور لكم هكذا اذا حسينا بان انا غادي نعملها غير هكذا، ولكن اذا حسيتوا بان الجوانب شويه لاصقه موس وبشويه عليها باش ما يعني ما كتخسرش لا فورم ديالها من الجوانب.
وغادي نحيدها. فقط انا لاحظوا كتقلع بوحده غير كنحيدها بالشكل هذا. وهي لاجينواز ديالنا كنا غنتسناو عليها ليله كامله حتى تبرد ونرجعوا نشوفوا باش نقطعوها مع بعضياتنا. دابا غندوزو باش نقطعوها دائما بنفس الطريقه. غادي ناخذ هنا تما يبان معكم، غادي نرشم فقط نقسمها هنا على 3 وغادي نرشم الطبقه الثانيه. غادي نبدا دائما وانا ماشيه كنرشم هكذا عاد نقطع باش كتجي معوضه معايا. لاحظوا حين بردت معايا يعني غادي تقطع بسهوله ما تفرزتش معايا من الداخل ديالها. نرشمها كامله فوالا عاد نقطع. ونفس الشيء بالنسبه للطبقه الثانيه، يعني حتى كنجيب رشمه برد بعضياتها بهذا الشكل هذا. عاد كنبدا نقطع شويه بشويه بهذا الشكل هذا فوالا هكذا. وانا كنقطع هنا بردت مزيان يعني نقطع بلا خوف فوالا. دائما كنضرب بهذا الشكل هذا وحديت ننزل هنا يعني في وسط الكيك. هنا لاحظوا كي كانت هاد الجينواز باقا سخونه غادي نلصق لي في اليد اصلا. الوجه ديالها كيلصق كله لان فيها الشوكولا والبيض مخدوم بوحده فالو غادي يبقى يلصق معايا. وغادي نبقى ندخل في الوسط ديال الكيك دابا بهذا الشكل هذا في الوسط ديال الكيك وانا ماشيه فوالا. ها هي الطبقه الاولى. لاحظوا كيفاش انها منفوشه معايا بزاف مخدومه مزيان. غادي نعمل نفس الطريقه بالنسبه للطبقه الثانيه. نمشي هنايا في كنا رشمنا وغادي نبدا قلنا نفس الشيء فوالا. نضرب بنفس الدائره فوالا وانا ماشيه ما نقطعش. فقط دابا كنرشم كندخل واحد شويه ويدي دائما في الوسط ديال الكيك فوالا. هذه احسن طريقه باش تقطعوا الجينواز وتجي معكم يعني معوضه، واخا ماشي 100% يعني ماشي بالضروره ولكن غتجي معوضه مزيان وما تهكش معكم. وكندخل لاحظوا دابا كندخل الموس نحاول نوصلو ما امكن تقريبا الوسط شويه بشويه بالحق ماشي دفعه واحده سينو غتهرس معايا فوالا. يمكن لي ندور الكيك هكذا. وها حنايا سالينا الطبقه الثانيه. لاحظوا بنفس الطريقه كيفاش انها منفوشه. يمكن لكم تقطعوا حتى 4 ديال الطبقات، انا فقط غنعملها على 3. شوفوا لا الجينواز ديالنا من بعد ما قطعناها سهله في التقطيع وسهله في التحضير. وكما كتلاحظوا كتجي منفوشه بزاف بسيطه سهله ولذيذه. نتمنى تكون عجبتكم لا غوسيت ديال اليوم. اذا عجبتكم عملوا جيم صابونوا على الفيديو تاعنا. نشوفوا دائما دي غوسيت ساهلين بسات ولذاذ يعجبكم ان شاء الله. بالصحه والسلام عليكم.